بيبدأ الفيلم يوم الكريسماس مع ولد صغير اسمه جاك، وبيكون واقف يتكلم مع أصحابه وبيفهمهم إن سانتا كلوز شخصية مزيفة وإن الهدايا اللي بتجيلهم الناس هي اللي شارياها، لكن محدش بيصدقه فبيقرر يثبت لهم الحقيقة، وبيسرق مفتاح غرف الهدايا من جيب عمه من غير ما يحس وبيروح يفتحها ويوريها لهم، وفجأة عمه بيدخل عليهم الأوضة وبيطلعهم كلهم بره ما عدا جاك عشان يتكلم معاه، وبيفهموا إن سانتا كلوز موجود في الحقيقة، لكن الهدايا دي هم اللي بيشتروها عشان يفرحوا الأطفال بيها، وبيطلب منه يبطل يتدخل في كل حاجة ويطلع يلعب مع أصحابه بره، فبيخرج جاك وهو مش مهتم بكلام حد منهم، وبتعدي السنين وبنشوف جاك بعد ما كبر وبيكون واضح إنه حرامي محترف، وبيسرق كوباية القهوة يشرب منها شوية وبيرمي الباقي على أسلاك كهرباء خاصة بوكالة المحيطات، فبتعمل حريقة وبتلفت انتباه كل الموجودين، وبنفهم إنه عمل كده مخصوص عشان يقدر يدخل الوكالة، وهناك بيحط شريحة إلكترونية موجودة معاه على الجهاز اللي بيستقبل الرسائل والإشارات الخارجية، وبعدها بيمشي بسرعة. وفي نفس اليوم بالليل بيكون الكريسماس وبنشوف سانتا كلوز وهو موجود في الحفلة مع الأطفال وأهليهم، وبيكون واقف جنبه الحارس الشخصي بتاعه، وبيكون متضايق جدا من اللي بيحصل لأن الأطفال عمالين يسرقوا الهدايا منهم مش زي الأطفال زمان. وبعد ما سانتا كلوز بيخلص الاحتفال في المكان ده بيكون عاوز يروح المدينة اللي بعدهم عشان يحتفل مع الأطفال اللي هناك هم كمان، فبيمشي كلب معاه لحد ما بيخرجوا يركبوا العربية الخاصة بيهم، والغزلان هي اللي بتجرهم والناس بتكون منبهرة جدا بيهم. في نفس الوقت بنشوف جاك وهو قاعد في مكتبه قدام الكمبيوتر بتاعه بيتجسس على وكالة المحيطات، وبيتفاجئ لما بيظهر قدامه في الشاشة ان في كائن غريب ظهر دلوقتي، وفي الوقت ده سانتا كلوز وكال بيكونوا خلصوا احتفالات ورجعوا المقر السري بتاعهم، وبيظهر انهم عايشين مع كائنات غريبة، وبنعرف ان هم دول اللي بيجهزوا مع الهدايا اللي بيوزعها. وفي الوقت ده جاك بيتواصل مع شخص مجهول وبيبلغه بالمعلومات اللي عرفها، وبنفهم ان جاك شغال هاكر وبيقدر يخترق اي جهاز ويتجسس على اي مؤسسة لكن بمقابل كبير. في الوقت ده كلب بيتكلم مع سانتا كلوز وبيعرفه انه زهق من شغلانته وخلاص عاوز يسيب الشغل، وبيسأله سانتا كلوز عن السبب، فبيفهموا ان الاطفال بقوا مختلفين جدا عن زمان وبيسرقوا الهدايا منهم، والكبار بقوا يتجاهلوهم ومش منبهرين بيهم زي الاول، وانه خلاص فقد الشغف في الشغلانه دي وخد قراره، فبيضطر سانتا كلوز يستجيب لطلبه لكن بشرط انه يطلع معاه اخر رحله اللي هي المفروض هتكون بكره، فبيوافق. وفي نفس اليوم بالليل بينزل كال يقعد تحت لوحده في الشارع وبيكون شايف المقر السري بتاعهم، وبنشوف مجموعه من الاشخاص الملثمين وهم بيتسللوا بهدوء لحد ما بيدخلوا المبنى اللي فيه المقر السري، وبعد شويه كال بيلاحظ ان النور عمال يفتح ويقفل في المقر السري، فبيتواصل بسرعه مع سانتا كلوز عشان يطمن عليه وبيساله لو كان في عطل في الكهرباء، فبيستغرب من سؤاله وبيفهمه ان مفيش اي حاجه، وبعد شويه الموضوع بيزيد عن الاول فبيقلق كال اكتر وبيتواصل مع سانتا كلوز لكن مش بيرد عليه المره دي، فبيتواصل مع ناس من الفريق وبيطلب منهم يروحوا على هناك بسرعه، ولما بيوصلوا بيكتشفوا ان سانتا كلوز مش موجود، وبيعرف كال انهم خطفوه وهربوا، فبيركب الموتوسيكل الجليدي بتاعه وبيطاردهم عشان ينقذ سانتا كلوز ويعرف هم مين لكن مش بيلحقهم، وعلى ما بيوصل بيكون الوقت فات وخلاص هربوا بالطياره. ولما بيرجع على المقر السري بيتواصل مع واحده من المنظمه اللي بتحمي سانتا كلوز وباقي الكائنات، وبيعرفها اللي حصل وبيطلب منها تبلغه باي معلومه عن الناس اللي ورا خطفه وهو هيقدر يوصل لهم، فبتفهموا انها لسه مش عارفه مين اللي عمل كده، لكن في هاكر اخترق النظام الخاص بيهم وعرف معلومات كتير عنهم، وفجاه بينضم للمكالمه واحد من الكائنات وبيبلغهم ان الهاكر اللي عمل كده اسمه زيب، وان مفيش اي معلومات تانية عنه، والشرطه شغاله على الموضوع عشان توصل له لكنه ذكي جدا ومش سايب وراه اي دليل يدينه. في الوقت ده بنشوف جاك وهو نايم في بيته وبيصحى على مكالمه تليفون من طليقته وبتطلب منه يروح يجيب ابنهم من المدرسه لانها مشغوله ومش هتقدر تروح تجيبه، فبيرفض جاك في الاول لكن بعد كده بيضطر يوافق، ولما بيروح يجيب ابنه من المدرسه بيتكلم معاه وبيساله عامل ايه، فبيعرفه انه اتعاقب في المدرسه من قريب لانه اخترق الموقع وسجل واحد من اصحابه غياب مع انه بيحضر، والموضوع اتعرف بعدها، فبيحيي جاك على اللي عمله وبينصحه لما يعمل كده المره الجايه ما يخليش حد يعرف حاجه. ولما بيجي راجع البيت بيحس ان في ناس مراقباه فبيتجاهلهم وبيطلع على شقته، لكن بيلاقي ان في ناس تانية مستنياه على السلم برضه، وبمجرد ما بيفتح باب شقته بيشوف عدد كبير جدا منهم وبيهجموا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه، لكن جاك بيكون اقوى منهم وبينجح في انه يخلص عليهم كلهم وبيهرب من الشقه، وبمجرد ما بيخرج منها بيلاقي جينا موظفة المنظمة مستنياه، ولما بتشوفه بتضربه بالصاعق الكهربائي اللي معاها وبتاخده هي ورجالتها ويروحوا على المقر السري بتاعهم، وهناك جاك بيستغرب لما بيشوف حصان بيطلع نار من
من بقه ونباتات بتتكلم زي البشر، وبعدها بيقعدوا على الكرسي وبيقفوا حواليه يحققوا معاه عشان يعرفوا مين اللي وراه. فبيمثل جاك عليهم انه مش فاهم حاجة ولا عارف هما بيتكلموا عن ايه، لكن موظفين المنظمة بيكونوا مصممين على كلامهم ومتأكدين من المعلومات اللي عارفينها. فبيقرر كال يتصرف معاه بطريقته وبيطلب من الدب اللي موجود معاهم يكتف جاك، فبيقوم يمسكه يرفعه لفوق وبيفضل يلف حواليه. فبيتصدم من جاك من طبيعة الكائنات اللي موجودة معاهم وبيضطر يتعاون معاهم عشان يعرف كل حاجة، وبيطلب منهم يجيبوا له تليفون عشان يحدد لهم مكان الشخص اللي كان متواصل معاه. وفي خلال 5 دقايق قدر يعرف مكانه، لكن بيفهمهم انه موجود في اوروبا وبيرفض يروح معاهم لهناك. فبيقرر كال يروح يدور على الشخص ده بنفسه وبيجبر جاك يروح معاه. وقبل ما يخرجوا من المنظمة بيزرعوا جهاز تتبع في رجل جاك عشان لو فكر يهرب من كال او يلعب بيهم يكونوا عارفين تحركاته. في نفس الوقت بنشوف بنت اسمها ريلا وهي حابسة سانتا كلوز في غرفة زجاجية، وبتكون عاوزة تسحب الطاقة اللي جواه وتستخدمها لصالحها. وبنشوفها وهي بتطلع سلاح غريب وبتخبيه عندها، وبنفهم ان السلاح خطير جدا ولو ريلا استخدمته هتدمر العالم. في نفس الوقت بنشوف كال وهو واخد جاك وداخل بيه محل لعب اطفال، وبيطلب منه ياخد اي عربية لعبة قدامه. فبيستغرب جاك من كلامه لكن بيعمل زي ما قال. وفجأة كال بيفتح باب سري في المحل وبيشد جاك معاه عشان يخرجوا منه، وبيتفاجئ جاك لما بيلاقي نفسه بقى في اوروبا خلال ثواني. وبعدها كال بياخد منه العربية يرميها على الارض، وعن طريق الساعة اللي لابسها وقوته الخارقة بينجح في انه يحولها لعربية حقيقية. وبيركبوها هما الاتنين ويروحوا على مقر رئيس العصابة اللي تواصل مع جاك وطلب منه يخترق نظام المنظمة. ولما بيوصلوا هناك جاك بيطلب منه يقف مكانه ويسيبه هو يروح يتكلم معاه، لان رجالته مالين المكان وممكن يخلصوا عليهم هنا. وبيتجاهل كال كلامه وبيروح ينادي عليه، فبيتجمع كل افراد العصابة حوالين كال وبيكونوا عاوزين يضربوه. لكن فجأة كال بيظهر قوته الخارقة وبيكبر ويصغر في الحجم على حسب ما هو عايز، وبينجح في انه يخلص عليهم كلهم. وبعدها بيتجه لرئيس العصابة وبيعرفه انه لو ما قالش مين المنظمة او العصابة اللي وراه هينهي حياته دلوقتي. فبيخاف منه جدا وبيفهمه انه ما ينفعش يقول اسمها، فبيعرض عليه يكتبه على الرمل وبيوافق. وبعد ما بيكتبه كال بيعرف انها بنته اسمها ريلا، لكن جاك مش بياخد باله وبيقرا اسمها بصوت عالي. فبتتجسد ريلا في جسم رئيس العصابة وبتوجه كلامها لكال وجاك، وبتعرفهم انها هتسحب قوة سانتا كلوز وهتعاقب بيها اي شخص بيأذي غيره او بيتصرف تصرفات مش عاجباها. فبيعرفها كال انه هيوصل لها قريب قوي والاحسن ليها تبعد عن كل اللي عايزة تعمله ده. وفجأة في عربية بتقرب منهم وبينزل منها 3 وحوش مجمدة وبيهجموا على جاك وكال، فبيدافعوا عن نفسهم وبيفضلوا يضربوا فيهم لحد ما انف الوحوش بتتكسر، وبعدها التلج اللي عليهم بيقع. في الوقت ده ريلا بتعمل اول تجربة على السلاح الجديد، لكن التجربة بتفشل والسلاح بيكون لسه ما اشتغلش. فبتتعصب ريلا على الفريق اللي معاها وبتفهمهم انها تخلص عليهم لو السلاح ما اشتغلش في اسرع وقت. وتاني يوم الصبح بنشوف جاك وكال وهم واقفين يتكلموا مع جينا وبيتناقشوا في المكان اللي ممكن ريلا تحبس فيه سانتا كلوز. وبيخمن كال انها موجودة في القلعة، لكن جينا بتنفي كلامه وبتفهمه ان القلعة مكان محظور عليهم يدخلوه ومش هينفع يقربوا منه لانه من ضمن شروط المعاهدة اللي وقعوها مع اخو سانتا كلوز. وبنفهم ان اخو سانتا كلوز كان على علاقة بريلا وشغال معاها بنفس الطريقة اللي بتتبعها دلوقتي. وفي نفس اليوم بالليل جاك وكال بيروحوا على محل الالعاب من تاني، وهناك بيدخلوا من نفس الباب بعد ما بيشتروا العربية، وبيخرجوا يلاقوا نفسهم في البلد اللي القلعة موجودة فيها. وبيحول كال العربية من لعب الحقيقة وبعدها بيركب هو وجاك. وفي الطريق جاك بيسأله عن طبيعة العلاقة بين سانتا كلوز واخوه وليه ممنوعين من دخول القلعة. فبيفهموا ان اخو سانتا كلوز كان شغال مع ريلا وبيحاول يبوظ شغلهم باي طريقة، ده غير انه عاوز يسحب القوة الخارقة من المخلوقات الغريبة اللي في المنظمة عشان يعاقب بيها اي شخص خارج عن القانون. وساعتها سانتا كلوز عمل اتفاق مع انه يبعد عن ريلا والطريق اللي عاوز يمشي فيه ويعيش لوحده في القلعة من غير ما حد يضايقه او يقرب منه. ووقعوا معاهدة بالكلام ده، وكان من شروطها ان سانتا كلوز او اي حد من طرفه ممنوعين من دخول القلعة. وبنشوف مرات جاك وهي بتكلمه في التليفون وبتعرفه ان في حفلة عند ابنه في المدرسة، وكل واحد من الطلاب جايب ابوه معاه وهو نفسه يكون زيهم. فبيرفض جاك يروح وبيعرفها انه مشغول جدا الفترة دي. وبعدها بيوصلوا هما الاتنين القلعة وبيلاحظوا ان فيها كلاب متوحشة جدا في المدخل. فبيطلع كلب فرخة لعبة من جيبه وبيحولها الحقيقة وبيسيبها تجري ناحية الكلاب علشان تشغلهم. وبيدخلوا هما الاتنين
المكان، وهناك كلب يحذر جاك من انه يلمس اي حاجة، لكن جاك مش بيقدر يقاوم رغبته في سرقة النقود الذهب اللي في الصناديق، وبمجرد ما بياخد عملة واحدة منهم الانذار بيشتغل في القلعة كلها. واخو سانتا كلوز بيعرف ان في ناس غريبة دخلت القلعة وبيقبض عليهم، واثناء ما هم محاصرين بيسألهم عن السبب اللي جايين هنا علشانه، فبيتكلم كلب معاه وبيفهموا انهم عاوزين يعرفوا ريلا كانت موجودة هنا امبارح ليه، فبيعرفوا انها كانت جاية تاخد سلاح كرة التلج الجديد. فبيتفاجئ كلب من كلامه وبيعرفوا ان سانتا كلوز محبوس عندها، وبيطلب منه يتعاون معاهم عشان ينقذوه، لكنه بيرفض وبيفهمهم انه مش هيخرج كلب من هنا وهيخرج جاك بس. فبيتفاجئوا هما الاتنين من قراره، وبيرفض جاك يمشي من غير كال، وبيقرر يعمل اي حاجة عشان تشغل سانتا كلوز والوحوش اللي معاه يقدروا يهربوا، وبيعرض عليه قتلهم هما الاتنين، ولو كسبوا يخرجوا، ولو هو اللي كسب يفضلوا محبوسين هنا. فبيوافقوا وبيبدأ الماتش، وبيفضل كال يضرب فيه بكل قوته لكنه مش بيتأثر، وفجأة اخو سانتا كلوز بيضربه بالقلم فبيوقعه على الارض، ولما بيلبس اداة معينة في دراعه بينجح في ان الضرب يأثر فيه، وبعدها بيطلع لعبتين روبوت وبيحولهم لروبوتات اكبر في الحجم، فبيهجموا على الوحوش اللي مع سانتا كلوز، وبيستغل كال وجاك الوضع وبيهربوا من القلعة بسرعة. ولما بيخرجوا بره بيتفاجئوا ان في بيانو موجود قدامهم وعليه لعبة، وفي الوقت ده ابن جاك بيتصل عليه فيديو كول وبيعرفوا انه زعلان منه وان الهدية اللي بعتها مش هتحل الموضوع. فبيستغرب جاك من كلامه ده لانه ما بعتش هدايا ولا اي حاجة، فبيوري له ابنه الهدية واللي بتكون عبارة عن الكرة الزجاجية. وفي الوقت ده جاك هو كمان بيفتح الصندوق اللي على البيانو وبيلاقي كرة زجاجية تانية، فبيطلب من ابنه ما يلمسهاش ويبعد عنها بسرعة، لكن الوقت بيكون فات وابنه بيلمس الكرة وبيختفي في وقتها. فبيقرر جاك يلمس هو كمان الكرة عشان يلحق يروح لابنه، وبيطلب من كال ينقذه هو وابنه قبل ما ريلا تعمل فيهم اي حاجة. فبيروح كال على جينا بسرعة علشان يحددوا مكان جاك وابنه عن طريق جهاز التتبع اللي زرعوه في رجله، لكن مش بيكون في اي اشارة. فبتفهم جينا انهم موجودين في القبة، وبتاخد كال ورجالتها ويروحوا على هناك. وفي الوقت ده جاك بيكون حاسس بالذنب على كل الغلطات اللي عاملها في حياته، وبيكون عاوز يبدأ من جديد. وفجأة الكرة الزجاجية بتتفتح وبتسمح له يخرج لانه بقى انسان صالح، ولما بيخرج بيتحد مع كال وجينا، لكن بيلاحظوا ان ريلا هربت بعربية الهدايا بتاعت سانتا كلوز وواخداه معاها في العربية. فبيخرج جاك وكال وراها بسرعة وبيحاولوا يوقفوها قبل ما توزع الكرات الزجاجية على المشاغبين وتدمر حياتهم. فبيتعلق جاك في السلاسل اللي بتربط الغزلان ببعضها وبيفكهم، فبتتقلب العربية بيهم كلهم من فوق الجسر، لكن محدش منهم بيتصاب. وفي الوقت ده اخو سانتا كلوز بيوصل عشان يقف معاهم وينقذ اخوه، لكن ريلا بتكون اقوى منهم كلهم، فبيعرض كال عليه تقتله هو الاول، ولو خلصت عليه هتقدر تهرب بكل سهولة، فبيوافق. وفي اللحظة دي سانتا كلوز بيفوق من الغيبوبة اللي هو فيها وبيقوم يخلص على ريلا ويركب عربيته ويوزع الهدايا الأصلية على الأطفال. وبيرجع جاك لمراته وابنه وبيعتذر لهم على كل اللي عملوا معاه. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تقول لنا رأيك تحت في الكومنتات، واستنونا في الفيلم اللي جاي إن شاء الله. سلام.